وبياخدهم لينيي وبيمشي، وبيتفاجئ برسالة جاياله وهي ان هوانغ ولي جيانغ تم طردهم. وبيستغرب لينيي ان اشمعنى انطردوا اول ما هو ساب الشركة، وبيسأل جاي كينغ عن هل هي اللي طردتهم ولا لأ، وبتجاوب بانها عملت كده علشان هو كان متضايق منهم بسبب لما كانوا بيتنمروا عليه. وبيسألها عن مين كده هيمسك قسم المبيعات، فبتقول له انها تسيبه له فاضي وهو يمسكه، ولكن مش بيوافق لينيي لانه شغلانته الحاليه بتجيب له فلوس اكتر، وهيدي المنصب ده لزميلته وانغ. وبتوافق جاي كينغ، وبيطلب لينيي ان تديله تقييم 5 نجوم، وبتعرض عليه انها تديله ال5 نجوم مقابل ان يلغوا تمارين الاسكوات. بس بيرفض لينيي، وبتقابلهم وانغ وبتفتكر ان في علاقه حب بين جاي كينغ ولينيي. وبعدها بتطلب جاي كينغ منها انها تيجي الشركه علشان تكمل شغلها، وبيروحوا سوا. وبيتفاجئ لينيي ان جاي كينغ ادت له تقييم 5 نجوم من غير مجهود. وبيجي للينيي مهمه توصيل من بيت تيانتي، وبيروح لينيي لهناك وبيقابل بنت اسمها شياويو، وبتطلب منه خدمه وهو انه يمثل انه صاحبها وهتديله تقييم 5 نجوم. وبيوافق لينيي، وبتدخل شياويو بلينيي جوه لاهلها، وبتقنع اهلها انها تشتغل معاه وانه كمان هيتقدم لها. ولكن ابوها بيرفض لان في اعتقاده ان اللي بيشتغلوا في شركات بيموتوا بدري، وبنته هتبقى ارمله بدري. بس شياويو بنته بتقول لهم ان يروحوا لحفله صديقهم، وهي هتروح مع لينيي للمركز التجاري، وابوها وامها يبقوا متعصبين لان ازاي بنتهم ترتبط بسواق عربيه، دي شكلها عايزه تعر العيله. ولكن اول ما بيشوفوا العربيه اللي معاه بينبهروا بيها، وبيحس انه بنتهم محظوظه. وبتركب شياويو العربيه معاه وهي منبهره من فخامتها، وبتطلب منه انه يوصلها لمركز التايمز التجاري. وبتطلع شياويو بث مباشر من عربيه لينيي في مقابل انها هتديله 5 نجوم، وكل الناس في اللايف بيفتكروا حبيبها وبيوصلها لينيي. ولما بتديله التقييم بيجيله مكافاه انه يروح حلبة تشونغهاي، وهناك هيتقن مهاره السواقه. وقبل ما شياويو ما تمشي بيقول لها لينيي انها تستنى وتدله على مكان بيع موبايلات كويس علشان عايز يغير موبايله. وبيدخل لينيي لمحل موبايلات وبيختار موبايل، وبيعرض صاحب المحل عليه انه يشتري موبايلات تانية تصميمها احلى، وبيوافق لينيي وبياخد 5 موبايلات من كل لون، وبيبقى اجمالي الموبايلات 20 موبايل. والشياويو كانت مصوره اللحظه دي فيديو، وكل الناس في التعليقات كانوا منبهرين بغنى لينيي الفاحش، وجاب 5 مليون مشاهده. وبيعوز لينيي انه يشتري ساعه، وصاحبه محل الساعات لما بتشوف لينيي جاي من بعيد ومعاه واحده بتصور فيديو، فبتعرف انهم مش هيشتروا حاجه وداخلين بس يتباهوا بالمحل ويمشوا. وبيختار لينيي اغلى ساعه في المكان، وبيطلب من صاحبه المحل انها تطلعها له وتوريها له، ولكن بتقول له ان ما ينفعش توريها له غير لما يدفع جزء من حقها الاول. ووقتها شياويو بتبقى مصدومه ان ممكن لينيي يشتري ساعه غاليه. وبيدخل واحد المحل ومعاه حبيبته، وبيختار ساعه ذهب، وبتطلب من الراجل انه يشتريها كهديه لعيد ميلادها. وبيلاقي لينيي ان صاحبه المحل بترحب جدا بالراجل وحبيبته ومش مديه اي اهتمام ليه، فبيتعصب عليها وبيقول لها انها بتاخد بالمظاهر، وعلشان هو شكله مش غني فبتعامله وحش وبتهديه شياويو. وصاحبه المحل بتقول لها ان كفايه تصوير قوي كده ويا ريت يتفضلوا يمشوا بقى. وبيمشي لينيي وهو متضايق وبيروح لمحل تاني، وبيسأل لينيي عن اغلى ساعه موجوده في المكان، وبيعرف ان اسمها الذكرى ال175. وبيطلب من صاحبه المكان انها تديها له، ولكن بتقول له انها انتقلت لاوروبا بسبب ان مش اي حد بيشتريها، ولما توصل للمدينه هتسلمها له، وان كمان مفيش منها غير 6 قطع في العالم كله. ولما بتعرف صاحبه المحل الاولاني ان في حد اشترى موديل 175 بتجري علشان تشوف مين هو، وبتتفاجئ بلينيي وبتجر ناعم بقى وبتعتذر له عن المعامله الوحشه. بس لينيي بيسيبها وبيمشي. وفي نهايه اليوم لينيي بيدي لشياويو موبايل جديد من الموبايلات اللي اشتراها كمكافاه ليها على انها بتلف معاه من الصبح، وبتشكره شياويو. وبيروح لينيي لحلبة تشونغهاي الدوليه، وهناك الموظفه بتقول له ان مش شغالين النهارده لان المكان محجوز بالكامل. بس لينيي بيقول لها انه عاوز يقابل المدير. وفي اللحظه دي بيدخل واحد اسمه تشينهان وهو متعصب وبيقول ان ليه في ناس في المكان اللي هو حاجزه، وبتتاسف له الموظفه وبتاخد لينيي وبيروحوا للمدير. وبيسالها لينيي عن مين الراجل ده وليه
يعني المكان محجوز كله علشانه. فبتقول له الموظفة انه شخص مشهور في شنغهاي ومفيش حد يجرؤ انه يضايقه. وبيروحوا للمدير تشو هاياتو وبيرحب بلينيي وبيقول له انه يا ريت بلغه من بدري انه جاي علشان هيرتب قافلة تستقبله. وبتستغرب الموظفة من تصرف المدير ولكنه بيفاجئها وبيقول لها ان لينيي الشخص الحقيقي اللي المكان كله محجوز علشانه النهارده، وكمان هو هيكون المدير العام الجديد للمكان. وبيقعد لينيي على مكتب المدير تشو وبيسأله تشو لو يحب يغير اي حاجة في قوانين الحلبة، ولكن لينيي بيقول له انه يمشي كل حاجة زي ما كانت ماشية ويا ريت ياخدوا دلوقتي لحلبة السباق. وبيوديه المدير وبيطلب لينيي منه انه يجيب له عربية علشان يبدأ السباق بيها. وبيجي تشين اللي كان بيقول له انه حاجز المكان وبيتعصب على المدير تشو وبيقول له انه ليه جايب ناس للسباق النهارده، بس بيقول لتشو ان لينيي هو مالك حلبة تشنغهاي وهو هنا علشان يتفرج على الحاجات اللي بيملكها. وبيطلب لينيي من تشو انه يمشي الواد تشين ده، ولكن تشين بيتحدى انه يدخلوا سباق سوا واللي يفوز هو اللي هيكمل لعب في الحلبة. وبيوافق لينيي ان يلفوا لفتين بس بالعربية. ولما تشين بيشوف عربية لينيي بيتصدم وبيحس انه هيكسبه بسهولة. وبيبدأ السباق والكل بينبهر بالسرعة العالية لعربية لينيي وإن إزاي ماشي بالسرعة دي. وبيفوز لينيي بسهولة بفضل مهارته في السواقة. وتشين بيبقى مصدوم من سرعة لينيي وبيسأله هل هو عامل تعديل في عربيته ولا إيه، بس لينيي بيقول له إن الموضوع كله مهارة في السواقة. وبيطلب تشين من لينيي إنه يبقوا صحاب علشان يتابعوا في أي سباق هيحصل في المستقبل. وبيسيبوا لينيي وبيمشي لأنه وراه مشاوير هيعملها. بيروح لجاي كينغ علشان يوصلها لان عربيتها بايظه وبيقعد يستناها تلبس وبتخرج له هي لابسه فستان تحفه. وبينبهر لينيي بجمال الفستان وبيقول لها ان تنفع تشارك في مسابقه ملكه جمال بالفستان ده. وبيفكرها لينيي بتمارين الاسكوات وبتقفل الستاره وبتعمل التمارين. وبعد ما بتخلص بتطلب من لينيي انه يوصلها تشونغانغ وتبادل الاراضي. وبيمشي لينيي ولكن بيلاقي ابو جاي كينغ وامها واقفين قدامه وبيفتكروا انهم كانوا بيعملوا حاجه مش طبيعيه سوا، ولكن بيبقوا مرحبين يعني بلينيي. وبتقول لامها ان عيد ميلاد جد جاي كينغ بكره فهم مستنيينه علشان يعرفوه على باقي افراد العيله. وبيروح لينيي مع جاي كينغ للمكان اللي هي عايزاه، ولما بتوصل له بيطلب منها تديله تقييم 5 نجوم ولما تيجي مروحه تبعت له علشان يجي يجيبها ولو احتاجت تبلغه. وبيجي للينيي مكافاه وهي فرصه السواقه الامنه وكمان 21% من اسهم شركة بليزنك. ولكن لينيي بيبقى مستقل نسبة الاسهم دي لانه دلوقتي يعتبر رئيس شركة بلا بلا. ولكن بتعرفه تشو ان السفر للمقر الرئيسي بقيمة سوقية بيكلف 500 مليار جنيه وهو يقدر يطلع له ربح سنوي عبارة عن 100 مليار جنيه. وبيفرح لينيي وبيقول انه مش محتاج الفلوس دي دلوقتي ولكن لما العائد السنوي يجي هتبقى مصلحة حلوة قوي. وبتقول له تشو كمان ان مهنتك وصلت 55% ولو كمل 35% كمان هيبقى قادر انه يفتح مهنة جديدة غير مهنة السواقة، ولو بقى وصل ل100% وقتها هتجيله مكافآت كتير غالية. وبيفرح لينيي وبيقول انه هيستمر في تلقي طلبات توصيل الزباين. وبيجيله طلب من واحدة عايزة تروح لفيلا كيوشو وبيروح لها لينيي وبتكون البنت اسمها شو يانغ. وبتلاحظ شو ان لينيي ما انبهرش بجمالها مع انها لابسة طقمية جديدة وبسبب انه راكب عربية فخمة فما جاش في بالها ان لينيي سواق اصلا وانه راجل غني بيعاكسها مثلا. ولكن لينيي لما بيقول لها ان السواق اللي هي طلبته بتستغرب وبيسوق لينيي وهو متضايق وبتقول له انه يهدي السرعة شوية علشان العربية لو حصل لها خدش هو اكيد مش هيقدر يدفع ثمنها. فبيتعصب لينيي وبيقول لها ان العربية ملكه اصلا مش واخدها من الشركة علشان يوصل بها ناس، بس بتضحكش بسخرية وبتقول له انه مجرد شخص مدعي واكيد هو مش غني زي ما بيقول وهو مجرد عامل شغال بيقبض مرتب فملوش لازمة يعني الفشخرة دي كلها وهي ما تتشرفش انها تركب معاه اصلا. وبيتضايق لينيي وبيقول لها ان طالما هي بتتكلم كده فتشتري عربية خاصة بيها وتروح بيها كل حتة. وبيطلب منها انها
انها تنزل من العربية، وبيطردها لين ين من العربية، وشو بتبقى هتطق من الغضب، وبتقول له انها هتديله تقييم سيء وهتقدم شكوى فيه وتقطع اكل عيشه من شركة بلا بلا. بس ليني بيقول لها ان هي اللي غلطت فيه اصلا، والعربية فيها كاميرات مراقبة، فحتى لو قدمت شكوى فهو عنده دليل ضدها باهانتها ليه. وبعد شوية بيجي للينيي ان تقدم شكوى ضده وتقييم سيء، وبيتصل بيه مدير الشركة وبيقول له ان في حد اتصل بمقر الشركة وقدم شكوى، ولو الموضوع اتكرر تاني هيخصموا فلوس من وديعة التأمين الخاصة بيه. وبيتضايق لينيي وبيقول انه يخصم اللي هو عاوزه وهو مش محتاج فلوس اصلا، وبيقول المدير انه هيوقفه مؤقتا عن العمل بسبب قلة ادبه دي. وبيتعصب لينيي وبيقول له ان شكله ما فكرش في العواقب اللي هتحصل له، وبيقول له المدير انه هيربيه على تهديده ليه ده. وبيروح لينيي لمكان فيلات كيوشو، وهناك بيقابل تشوشوان مدير المكان، وبيقول له انه هيعرفه النهارده على الفلل التسعة وعلى جودتهم، وان كمان مفروشين فرش متصمم تصميمات عالمية، وفي خدامين موجودين علشان يساعدوا لينيي. وبيعرض عليه تشو انه لو حابب انه يعني يروح ويشوف الخدم، وبيوافق لين. وبيتفاجئ لينيي ان البنت شو اللي لسه متخانق معاها من شوية لما وصلت طلعت من الخدامين في الفيلات، وبتتعصب اول ما بتشوف لينيي، وبتقول لمديرها ان ده الشخص المختل عقليا اللي ضايقها في الطريق، وبتتريق على لين وعلى ان ازاي واحد زيه يدخل مكان فخامة زي ده وهو اصلا مجرد سواق فقير. وبيتعصب المدير تشو وبيديها بالقلم على وشها، وبيقول لها ان ازاي تتكلم كده مع مالك الفيلات اللي هنا، وبتعتذر بعدها من لينيي، ولكن بيطلب من المدير تشو انه يطردها من المكان. وبيبص على باقي الخدامين اللي موجودين مش بيعجبوهم كمان، وبيدي لكل واحد منهم 5000 جنيه كمقابل انهم ما تقبلوش يعني كخدامين عنده. وبنروح لتشينغيان، وهناك تشينغ بتبقى مع صاحبها وبتطلب من لينيي انه يجي لها علشان يوصلها البيت لان عندها شغل. وبيوصل لينيي وبيبص له صديق تشينغ اسمه دينغ، وبيقول ان لين مش وسيم لانه مجرد سواق، واكيد مش صديقة تشينغ لانها ست غنية وما تعرفش سواقين. وبتحاول تشينغ انه تدافع عن لينيي، ولكن صاحبتها بتقول ان دينغ اغنى منه لانه لسه شاري عربية مرسيدس احدث حاجة نزلت السوق، ولين الحقير ده لو اشتغل طول حياته استحالة يعرف يجمع تمنها اصلا. وبتتضايق تشينغ وبتطلب من لينيي انه ما يردش عليهم ويلا علشان نمشي. ودينغ بيبقى متعصب وبيقول انه لازم يوري لينيي قوته المالية. وبيطلعوا بره وبيشوفوا عربية لينيي قبل ما يعرفوا انها بتاعته. بيقول دينغ انه ما يقدرش يركب عربية زي دي لانها غالية جدا، وبيقول له لينيي انه يوسع شوية، وبيطلع مفتاح العربية. وبيتصدم دينغ ان العربية دي خاصة بلينيي، وبيقول له لينيي انه يا ريت ما يخليش الفار يسيطر على خياله، وانه يفتكر ان يا عيني كل الناس فقراء زيه. واثناء ما لينيي وتشينغ في طريقهم بتعتذر له تشينغ على اللي صاحبها عمله معاه، بس لين بيقول لها انه مش فارق معاه، وبيسألها هتروح البيت ولا هتروح فين، فبتطلب منه انه يوديها الشط علشان تشم شوية هوا. وبيبص لينيي على الملف بتاعه بيلاقي ان التقييمات بتاعته 7 من 10 وتعتبر كويسة، والتقييم السيء اللي عملته تشو ما اثرش في حاجة. وبيوصلوا للشط وتشينغ بتقول للينيي ان ابوها وامها اكلوا دماغها ومصممين انه يجي عيد ميلاد جدها فلازم يجي علشان ما يزعلوش. وبيوافق لينيي انه يروح، وكمان هيتظاهر بانه حبيبها قدام اهلها. وبتبص تشينغ قدامها بتلاقي جناح كيوشو قدامها وطالع منه اضواء كتيرة، فبتستغرب ازاي جناح كيوشو ده منور كده وما فيش حد اصلا ساكن فيه بسبب سعره العالي جدا. فبيقول لها لينيي ان ممكن يقربوا ويشوفوا النور ده بوضوح، ومسموح ليها كمان انها تبات هناك. وبتفرح تشينغ وبتقول له انها بتحلم بكده من زمان، بس يا ترى ده هيحصل ازاي. وبياخدها لينيي وبيروحوا هناك، وبترفض تشينغ انها تدخل جوه لان اكيد هيطردوا بسبب ان معهاش فلوس، ولكن لينيي بياخدها بالعافيه وبيدخلوا بالعربيه. وبتستغرب تشينغ ان كل الحراس اللي هناك بينحنوا للينيي، ولما بتتمشى تشينغ جوه بتتفاجئ بالشجر اللي عليه فاكهه وكمان حمام السباحه الكبير. وبتيجي واحده بترحب بلين وبتقول له ان بيته جاهز، وبتتصدم تشينغ
تشينغ ان كل الفيلات دي ملك لين يي، وبتسأله تشينغ بقى ازاي معاه فلوس كتيرة لدرجة انه اشترى جناح كيوشو كله، وازاي بقى غني بسرعة الريح كده. وبعدها بيقول لها لين يي انها مش هيوصلها البيت النهاردة وتقدر انها تنام هنا لحد الصبح، وبتوافق تشينغ ولكن بتبقى خايفة منه. بس بيطمنها لين يي وبيقول لها انه هينام في الدور اللي فوقيها، وبتدخل تشينغ علشان تاخد دش ولكن بتقع، وبيروح لها لين يي علشان يساعدها. وتاني يوم الصبح بتصحي تشينغ علشان يروح شغله، بس بيوديها الاول للمكان بتاعها وهتديله في المقابل 5 نجوم، وبيوافق لين يي وبيوصلها. وبنروح لفندق شبه الجزيرة، وبيقول لين يي في نفسه انه هيفطر الاول وبعدها هيبدأ يقبل طلبات توصيل. وبيدخل لين يي للفندق، وهناك صاحب الفندق بيقول له انه هيحضر له السفرة كاملة، ولكن لين يي بيبقى مش عايز يلفت الانظار فهيقعد ياكل اكل عادي. وبيقعد لين يي وبيطلب من الجرسون انه يجي يشوفه هياكل ايه، ولكن بيتفاجئ بانها ليلي يو، وبيقول لها لين انه ما كانش متوقع انها شغالة هنا. وليلي بتبقى متضايقة منه وبتقول له انها ما كانتش متوقعة تقابل حسالة زيه، لانه وقح بعد ما اتطرد من الشركة راح للمديرة وخلاها تطردها هي كمان. بس بيتعصب لين يي وبيقول لها ان ازاي تكلم زبون للمكان بالشكل ده، وبتتريق ليلي عليه وبتقول له انه مجرد شخص عادي مصاحب ست غنية فمش لازم يعني يشوف نفسه قوي على الناس. بس بتيجي زميلتها وبتقول لها انه زبون مهم في المكان فما ينفعش تزعق له، ولكن بتتعصب ليلي اكتر وبتقول انه شخص حقير كان من الرجالة اللي شغالين تحت ايديها، ولكن في ثانية باعها وراح للمديرة. ولولا ان عنده ست غنية بتصرف عليه ما كانش يحلم يروح ياكل في فندق زي ده. وبيتضايق لين يي وبيطلب منها تروح تنده للمدير بتاعها، وبتكمل ليلي في استفزازها وبتقول له انه ازاي يعرف المدير، استحالة المدير يكون يعرف ناس فقراء وحثالة زيه كده، اكيد سمع عنه بس في الاخبار فعرفه. وبيقول لها لين يي علشان هي زميلة سابقة فهيسيبها ومش هيرد عليها، ولكن لولا كده كان مسكها قتلها. وبيجي المدير وانغ وهو بيجري وبتقول له ليلي ان الراجل لين ده جاي يعمل قلق ومشاكل في المكان فياريت يخلي الامن يدخلوا يطردوه من هنا. وبيتعصب المدير وبيقول لها انت مجنونة، ده لين صاحب المكان، ده حراس الامن هيجوا يطردوك انت. وبتفضل ليلي مكملة في تقليلها من لين يي، فبيقول لها المدير وانغ انه هيحطها في القائمة السوداء وما فيش اي شركة هتقبل توظفها والامن هيطردوها دلوقتي. وفعلا الامن بيطردوها وبتقعد تتأسف للين يي ولكنه مش بيرد عليها. وبيعتذر المدير وانغ من لين على اللي نيلته ليلي، وبيطلب من لين يي ان الاكل يجي بسرعة. ووقتها بيجي له موبايل من تيان يان ودي بتكون نائب رئيس شركة بلا بلا، وبتطلب من لين انه يجي اجتماع بما انه ممثل للشركة، وبتسأله فاضي امتى علشان يعملوا الاجتماع ده. فبيقول لها لين يي انه هيكلمها لما يفضى ويتفقوا على ميعاد. وبنروح لتيان يان وبتسألها المساعدة شاو عن هل لين وافق على الاجتماع ولا لا، بس بتقول لها تيان انه قال هيتكلم لما يفضى، بس عموما الدنيا مش هتعطل عليه لانها تاني يوم الصبح هتروح لشركة جيلكسي لانهم اكبر وكيل لشركة بلا بلا. وبتطلب لها المساعدة سواق يجي ياخدها، وبيقع في حظها لين وبيوصل لين علشان ياخد تيان، وبتنبهر تيان بجمال عربيته وبتقول شياو ان من امتى الشركة بقت بالقوة دي وسمحت باستخدام عربية سباق لتوصيل الناس. وبيطلب لين من تيان انها تركب علشان ينجزوا ويمشوا، ولما بتركب تيان بتستغرب ان ازاي سواق وشغال تبع بلا بلا. وبيقول لها لين يي انها ليه بتتكلم عنه وكأنه حقير كده، هو مش شرط يعني علشان معاه عربية فخمة فما ينفعش يبقى شغال. وبتقول له تيان ان لازم يراقب افعاله وكلماته وهو بيوصل الناس، لان لو حصل اي حاجة وحشة منه هي ممكن توقفه عن العمل. وبيقول لها لين يي ان معقول هي بتمتلك قوة كبيرة كده تخليها تقدر توقفه عن شغله، وبتعرفه تيان انها نائبة الشركة اصلا فليها الحق تعمل اي حاجة. وبيفاجئها لين يي وبيقول ان هو من احدى المساهمين في الشركة واشترى 21% من اسهم بتاعتها، وكمان هي اتصلت بيه امبارح علشان يعملوا اجتماع. وبتتصدم لما بتعرف ان اللي جنبها ده هو اللي كانت بتتمنى يوافق على الاجتماع، وبتتأسف له وبتقول له ان بعد ما ينتهي من توصيلها ويخلص الطلبات اللي هتجيله فياريت يقول لها على ميعاد فاضي فيه علشان يعملوا الاجتماع. وبيوصلها لين لشركة جيلكسي، ولما بتيجي
وبتيجي تدفع بتلاقي البرنامج مش عايز يدفع، وبيجي في وقتها رسالة للين يي وهي انه متوقف عن العمل مؤقتا، علشان كده مش هيقدر يستقبل الفلوس اللي دفعتها تيان. وبيتضايق لين وبيقول في نفسه ان اكيد البنت المجنونة دي قدمت شكوى فيه تاني، وبيسأل تيان عن ايه هي العلاقة بين شركة بلا بلا وشركة جيلكسي، وبتقول له تيان ان شركة جيلكسي هي اكبر وكيل ليهم في المنطقة الساحلية، وبتقول في نفسها وهي متضايقة ان ازاي لين يتوقف عن العمل، ده من اكبر مساهمين في الشركة، ده كده الشركة هيبقى محكوم عليها بالفشل. بس بتطمن لين وبتقول له ان محدش يجرؤ يوقفه لانه موضوع خارج عن القانون ومش بيتعمل بالبساطة دي، وهي هتروح دلوقتي للشركة وتطلب منها الغاء توقيفه وكمان يلغوا التوكيل بتاعهم عليه. بس بيقول لها لين يي انه هيجي معاها، وبيدخلوا سوا لشركة جيلكسي، وبيبقى في اجتماع بين رؤساء الشركة، وبيقتحم لين يي عليهم المكان، وبيتعصب عليهم الرئيس ويندا وبيقول لهم ان ازاي يقتحموا الأوضة كده وفي اجتماع داير بينهم. وبيقول له لين يي ان الشركة هنا وقفوا خدمته وهو جاي يتكلم معاهم في الموضوع ده، وبيقول له مدير قسم العمليات يوانفا انه راجل بجح علشان يبقى ليه عين يجي الشركة بعد ما تقدم شكوى فيه، جاي بأنهي وش، يا ريت يخرج من هنا بدل ما يبلغ الأمن. وبيقعد لين يي وسطهم بمنتهى البرود، وبيطلب من تيان ان هي تتعامل معاهم، وبتنفعل تيان عليهم وبتقول ان ازاي يقبلوا الشكاوى ويوقفوا شخص عن العمل من غير ما يحققوا في الشكوى دي، وبصفتها نائب رئيس في شركة بلا بلا فهي بتعفي شركة جيلكسي عن العمل. وبيتصدموا كلهم لما بيعرفوا ان لين يي وتيان الاتنين من شركة بلا بلا، وبيقول المدير يوانفا انه اسف، ولكن لما قالوا ان في شخص عمل اساءة للركاب فوقفوا عن العمل علشان يحافظ على سمعة الشركة. وبتتعصب عليه تيان وبتقول له طب وانت ليه ما اتحققتش من الشكوى اللي اتقدمت؟ الشخص اللي قدامك ده شاري 21% من اسهم شركة بلا بلا، وهو دلوقتي تاني اكبر مساهم في الشركة، فازاي بقى هيهين الركاب؟ عموما ما تندموش بقى على اللي عملتوه. وبيطلب رئيس الشركة من يوانفا انه يروح بسرعة ويعتذر من لين يي والا هيقتله، فبيجري يوانفا وبيترمي تحت رجلين لين وبيعتذر له وبيترجاه انه ما يلغيش مؤهلات شركتهم التشغيلية، بس لين مش بيقبل اعتذاره وبيقول له انه شخص اناني جدا وهو كمساهم فموافق على قرار تيان، والمؤهلات التشغيلية لشركتهم مش هتنفعهم في شركة بلا بلا.